اعظم ملوك الارض طلب ايه من ربنا؟ القوه، السيطره، دي اول حاجه تيجي في بالك؟ الحقيقه لا، هو طلب من ربنا سبحانه وتعالى المغفره. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. وده كان اعظم من حكم الارض. طيب تفتكر عزيز مصر اخر امنيه ليه كانت ايه من ربنا؟ وده راجل ربنا اداله القوه والتمكين والسلطه والعلم. قال ربي توفني مسلما والحقني بالصالحين. طيب انا وانت عارفين ان سيدنا يوسف وسيدنا سليمان دول كانوا انبياء وما عندهمش شك في علاقتهم بربنا، او ما كانوش عارفين ان هم ما كانوش من الصالحين. لا، هم كانوا عارفين ان هم كانوا من الصالحين، لكن هم ادركوا الغايه من الدنيا ديت. تعال بقى بص لحالنا احنا، شويه فلوس بنقطع عليها بعض، عميل جاي من وراه عموله اكبر بننسى كل الخير اللي بينا وبناكل في بعض، اخوات بينهم ورث ممكن يقتلوا بعض، وفي الاخر احنا عارفين ان الفلوس هتخلص وان الرزق مقسوم. الرسل والصالحين فهموا الغايه من الدنيا واحنا لسه ما فهمناهاش. رغم الملك اللي كان عند سيدنا سليمان ورغم العلم والسلطه اللي كانوا عند سيدنا يوسف، الا انهم طلبوا المغفره وطلبوا الرحمه والالحاق بالصالحين. ربنا يغفر لنا ويرحمنا ويلحقنا بالصالحين، ونجعلنا فاهمين الرساله بوضوح وشايفين هدفنا بوضوح.